ناس بيمشوا على البحر، إذا طفيت محرك السيارة بتطلع السيارة طلوع. بعمركن سمعتوا عن شلالات من الدماء؟ هل بتتوقعوا يكون عن جد في كنز بأريزونا ولا كله مجرد خرافات؟ هاي فريندز، كيفكن اليوم؟ اتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تتابعوا هيدا الفيديو. معكم فاطمة، فيديو جديد. بهيدا الفيديو رح نتعرف على أماكن غريبة بالعالم، بل أغرب الأماكن بالعالم. ناس بيمشوا على البحر. كيف؟ جسر آدم أو آدمز بريدج هو جسر مشكل من حجر الجير الضحلة. اللي ما بيعرف شو هن حجر الجير الضحلة، هن عبارة عن مي مترسبة مجمعة مع بعض لحتى تعمل مثل رمل مجمد. هو بيربط بين جزيرة مينيمار يلي هي بقرب سريلانكا وشرق الهند. جسر كل شي بخصه كان يعتبر مجهول وغامض، ويقال انه حتى القرن الخامس عشر كان في ناس بتقدر تمشي سيرا على الاقدام على هيدا الجسر، وتقريبا كان عمقه من 3 ل 30 قدم. واي سفينه بدها تمرق من خلال هيدا الجسر ما كان فيها، كان بدها تبرم وتلف طريقه لحتى تمرق محل ما هي واصله. رقم 2 واللي هو يعد أغرب من الجسر، التلة المغناطيسية أو التلل المغناطيسية. تداول من يومين مقطع فيديو لشخص عم يحكي عن تدحرج الأشياء لفوق بدل ما ينزل لتحت بجبال سنجار. طب شو هي التلة المغناطيسية؟ التلة المغناطيسية هو مكان سياحي كان مشهور بكذا منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين وأستراليا وكذا منطقة بعد. بهاي التلة المغناطيسية بيقولوا إذا طفيت محرك السيارة تطلع السيارة طلوع، لهيك سموا هاي التلة بالتلة المغناطيسية. بس مش كل شي بنسمعه بدنا نصدقه، فالقصة كلها خرافة. القصة كلها وما فيها يا حلوين انه هيدا المنحدر هو عبارة عن طريق منحدر بطريقة يخلي السيارات تبين انه هي عم تطلع لفوق بينما بالواقع هي عم تنزل لتحت. وقال عالم فيزياء انه اذا حسبنا اطراف التلة باجهزة خاصة بالموضوع رح يبين انه عن حقيقة المنحدر هو عم ينزل نزول مش عم يطلع طلوع. ورح نلاحظ انه اللي عم ينقال انه هو اعلى التلة هو بالحقيقة اسفل التلة، فما هو هيدا إلا وهم بصري. بعمركن سمعتوا عن شلالات من الدماء؟ تخيلوا معي جبل ثلج بيحتوي على شلالات من الدماء. الشلال الأحمر موجود بأنتاركتيكا وشكل لغز كتير كبير لفترة طويلة من الزمن، لحتى عملوا مختصين بالموضوع دراسة عن هيدا الشلال لحتى يتبين معهم إنه هيدا الشلال بيتضمن كمية كبيرة كتير من أكسيد الحديد يلي نحن بنسميها الصدى، ويلي هو ببساطة عم بيسبب هيدا اللون الأحمر يلي عم يوحي للناس إنه شكله مثل لون الدماء. كيلي موتو وهو جبل بحار في أندونيسيا، بس منن أي بحيرات. جبل موجود في جزيرة فلوريس بأندونيسيا، عبارة عن 3 بحيرات نتيجة لانفجار بركاني، وكل واحد من هالبحيرات له لون محدد، واحد موجود باللون الأزرق وواحد موجود باللون التركواز وواحد موجود باللون الأسود. وإذا كنتم مفكرين يا رفقاتي الحلوين إنه القصة خلصت هون وإنه الغموض بموضوع هيدا الجبل هن ألوانهم 3، فأنتوا غلطانين. الغموض هون إنه ألوان هول البحيرات 3 تتغير مع الوقت، تتغير للون الأحمر ولا لون الأبيض، والتغير اللي بيكون هو بيعتمد على قرب البركان من الأسفل، وحتى أوقات ممكن يتغير اللون لبني غامق. ولهلأ ما عم يقدروا يتوقعوا الناس إمتى ممكن يصير في تغير بهيدول البحيرات، فهن بيتغيروا بدون إشارات. جبل خرافات، جبل في أريزونا، أرضه وعرة قاحلة وجافة. هيدا الجبل ليه بتظنوا سموه جبل الخرافات؟ الأساطير ترجع لشخص اسمه جايكوب ويردز. يقال إنه جايكوب اكتشف منجم كتير كبير من الذهب بالقرن التاسع عشر، بس ما خبر حدا عن مكان هيدا المنجم الذهبي لحتى مات. وبيقولوا إنه بس في رفيق واحد من رفقاته بيعرف وين مكان المنجم، ومن هيداك الوقت بيبعتوا كل فترة مجموعات
على هيداك المكان لحتى يروحوا يدوروا على هيدا المنجم الذهبي، وكل يلي راحوا على هيداك المنجم ما قدروا يرجعوا لحتى يقولوا قصتهم ولحتى يقولوا شو لقوا بهيداك الجبل، لأنه كل اللي راحوا على هيداك الجبل ماتوا. كنز في أريزونا، هل بتتوقعوا يكون عن جد في كنز بأريزونا ولا كله مجرد خرافات؟ شاركوني تحت بالتعليقات رأيكم عن الموضوع، وإذا بتظنوا إنه هيدا الجبل حقيقي ولا لا. أنا بالنسبة إلي بتوقع إنه هيدا الجبل عن جد اسمه جبل الخرافات، لأنه هي خرافة ومنها حقيقة. وهيك يا رفقاتي الحلوين بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكونوا انبسطتوا وتسليتوا واستفدتوا بهيك شي معلومة جديدة من الفيديو، وبعدني أول مرة هيك عم بعمل هيدا المحتوى، فأنتوا اعطوني رأيكم تحت إذا حبيتوا هيدا النوع من الفيديوز، وبس قولولي شو أكتر معلومة صدمتكم من يلي قلتن، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي. بس قبل ما تروحوا ما تنسوا تعملوا لي لايك على هيدا الفيديو، كمان اشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين. باي باي.